موتوسيكل هوجي استعمال طبيب. طب انا يعني هسألك سؤال، ايه اللي فيه طبيب يعني موتوسيكل ايه؟ يعني ايه استعمال طبيب؟ يعني ايه موتوسيكل استعمال طبيب؟ ركنت على جنب ورجعت جري. بعد كده لقيت الفبرة في وسط الطريق. بعد ما رجعت كل ده، السلام عليكم، النهارده جايين ندور على موتوسيكل من 40,000 جنيه ل 60,000 جنيه. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح ابلكيشن دوبيزل. هذا ليس اعلان لدوبيزل، بس هم لو حابين يعملوا اعلان ونحطه هنا برضه انا ما عنديش مشكله. طيب هندخل على الفيكلز تاني. معلش ثانيه واحده كده. يخرب بيت الفيلا ام 40 مليون اللي بتظهر لي دي، انا مش عارف في ايه والله بجد. المره اللي فاتت ظهرت لي برضه فيلا كده. ايه الضحك ده؟ وفي واحده ب 55 مليون. دي 6 حمامات. معلش ثانيه واحده بس، هنخرج من محتوى الفيديو ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. ليه 6 حمامات في بيت، في فيلا؟ هو ب 55 مليون جنيه، بس ليه 6 حمامات؟ يعني مش عارف، موضوع غريب صراحه. وستاند الون، خد بالك يعني انت فيلتك يا باشا لوحدك. نرجع نشوف لو معانا 40 60 نجيب بيهم ايه. طيب هندخل على الموتوسيكلات، وبعدين اهو فين الموتوسيكلات اهي، موتور سايكلز اند اكسسوارز. نختار الموتوسيكلات كلها وبعدين نعمل فلتر. سمعت عليه تكييف. حط بقى هنا ايه، من 40,000 ل 60,000. ماشي كده كده اصلا ابو 60,000 ده احنا ننزلها معايا. اس واي ام فيدال 2 كي واي. لا بيتش باجي ايه، لا زونتس يو 155. والله هي يعني زونتس كويسه، بس هو الموتوسيكل ده انا ما حبيتهوش صراحه خالص، شكله غريب. بس دي حلوه يعني، بس مش بتاعت شغل يعني. يعني زونتس مش موتوسيكل شغل، هو موتوسيكل رفاهيه شويه. بس في نفس الوقت الزونتس اليو 155 اداؤه متواضع جدا. لا يعني لو معايا 60,000 جنيه مش هجيبه بصراحة. سكوتر جيت 14 2019 ب60,000 جنيه. ماشي يا عم. أنا ما بحبش الجيت. والله العظيم أنا بحب الزافيرانو، أقسم بالله أنا بحب الموتوسيكل الزافيرانو. معرفش ليه، مع اني ما اشتريتوش قبل كده، بس بحبه عشان فيه اللي هو المسند بتاع الرجل ده، اللي بتحط رجلك كده بالطول. ماشي 28,000 كيلو. والله كويس يعني، لو خلص على 50,000 جنيه شايف ان هو تبقى صفقة يعني. ايه ده الاف 250 ب60,000 جنيه؟ يا راجل ده الموتوسيكل بيوقع فبره منه وانا ماشي. بمناسبه الاف 250 احكي لكم حاجه. انا مره كنت ماشي على محور المشير واجري، وبعد كده لقيت حاجه بتقع من الموتوسيكل. ببص تحت رجلي لقيت ان الجنب الشمال وقع. البلاستيك الفير ده اللي هو بيبقى بيحمي الفلتر بتاع الهواء. ركنت على جنب ورجعت جري. بعد كده لقيت الفبره في وسط الطريق. انا فاكر والله العظيم عز الحر. بعد ما رجعت كل ده لقيت اتوبيس نقل عام عدى داس عليها فرتكه 600 حته. وبعد كده قمت عدلت وجبت ستيكر وحطيته في مكان الحته اللي وقعت. ما علينا. ما يدفعش 60,000 جنيه بصراحه في فوجن صراحه يعني. ما اعرفش سعرها كام جديده، بس انا ما ادفعش 60,000 جنيه في فوجن. خلاص اند اوف ستوري. اس او ام اس ار صراحه من السكوترات اللي انا بعشقها يعني. السكوتر ده بغض النظر عن قعدته، اسوأ قعده ممكن تقعدها في حياتك يعني. انا مش عارف، مش قادر اوصف قعده الاس او ام الاس ار عامله ازاي، بس انت تحس ان انت قاعد على كنبه وحد بيزقك يعني بجد. انت لو دوست فرامل جامد هتقع تحت، انت بتقع تحت ما بين رجل السواق. بجد الموضوع صعب جدا. بس هو سكوتر عملي بصراحه يعني، بتاع شغل. انا كنت بعمل بيه حاجات انا مش عارف هو ما باصش ازاي. سكوتر كهرباء يا عم بقى ريحه. قال لك سكوتر كهرباء ايه ده؟ الله تي ان تي 135. والله حلو على فكره. الموتوسيكل ده ينفع حد لسه بيتعلم سواقه. هو شايف ان اكتر حاجات منتشره في الفئه السعريه دي في السكوترات اللي هو الاس او ام الاس ار الزافيرانو الجيت 14 بنيلي في ال ام تي في اس في 250. يا باشا تروسيكل ودي يعني، هجيب تروسيكل للجادين. انا بحب الناس اللي بتخش تخلص على طول. في ال اكس معتدل. موتوسيكل هوجي استعمال طبيب. طب انا يعني هسألك سؤال، ايه اللي فيه طبيب يعني موتوسيكل ايه؟ يعني ايه استعمال طبيب؟ يعني ايه موتوسيكل استعمال طبيب؟ احنا هزر يا جدعان. ما كنتش بتنقل يعني غيارات؟ بتحط شاش وانت بتنقل يا صاحبي؟ بتحط لها مايكروكروم بدل الزيت؟ ما انت ايه يعني استخدام طبيب يعني؟ بيقول لك موتوسيكل هوجي ده تصنيع سوزوكي اصلا واستعمال طبيب. ضايقتني والله جامد. الله والله العظيم الكيمكو ده تحفه. اللي ما جربش الكيمكو ما يعرفش الاعتماديه بتاعته. ايه الهارلي ده ب 53,000 جنيه؟ ده ما يسواش 20,000 جنيه. هو بجد ايه الفئة دي؟ الفئة دي ضايعة. ايه ده؟ في ايه يا جدعان؟ هو اس ار واس تي بس اللي موجودين، واف 250. بس انا بصراحة ما بحبش الاف 250 صراحة يعني. تي في اس اتش ال اكس 150 ماشي 2500 كيلو. يعني انا بالنسبة لي دي الوحيدة الصفقة المربحة في الفئة دي بصراحة. ماشي منعا بقى لضياع وقتكم وكده. بصراحة انا الفئة دي مستعمل، شايف ان مفيش فيها غير اغلبها سكوترات.
فانا لو هختار ثانية واحدة، اوقف بس، ثانية واحدة، وقف. فانا بصراحة لو هختار اس واي ام اس تي، اس واي ام اس ار، دول في الاسكوترات. فاحنا اغلب الفئة دي اللي هم من 40 ل 60 احنا بنتكلم في سكوترات، واغلبهم من 50 ل 60 الاسكوترات الاس واي ام، اللي هم الاس ار والاس تي والجيت 14 حسب الحاله وحسب يعني دي قصه لوحدها. في الموتوسيكلات مفيش حاجه بصراحه دخلت دماغي، فانت بتتكلم ممكن في الزون 955 الجي او اليو هتلاقيه في الفئه دي، بس ما رشحوش قوي بصراحه يعني، مش حبا شخصيا يعني. والاف 250 الهوجن والال 250 برضو مش بحبهم قوي بصراحه يعني، عشان اكون صريح. فمش الحاجات اللي انا هروح لها. ممكن التي في اس، او تجيب حاجه تكون جديده يعني، بمعنى ايه؟ مثلا ممكن بنيلي 200 جديده، كسر زيرو يعني، اتش ال اكس، اتش ال اكس ده اظن دي اللي هي التي في اس. تمام، أنا قلتها من دماغي بس انا مش فاكر انا بقول ايه. دي برضو كويسه لو مثلا حاجه كسر زيرو. فانا شايف ان الفئه دي بصراحه احنا هنركز ان احنا عايزين حاجه للشغل او حاجه نكبر دماغنا منها خالص، هنجيب موتوسيكل يكون كسر زيرو من الاثنين ثلاثه دول اللي هم الاتش ال اكس، التي في اس 150، او بنيلي 200، بنيلي 150. ممكن برضو اظن الكي واي السوبر لايت ممكن نلاقيه برضو في الرينج ده اظن. فدول بس اللي انا برشحهم. والاف 250 مش وحشه يعني لو وقعت حته مثلا على 50,000 جنيه اظن ممكن كويسه. بس انا بصراحه لا، بصراحه لا. فبصراحه فئه ال 40 60 الف جنيه ما فيهاش حاجات كويسه. بس كده ان شاء الله الفتره الجايه بفكر اعمل فيديوهات اكتر عن فئات اكتر ونتناقش فيها وندور على احسن موتوسيكل، ونبدا بقى نعمل بعد كده على الحاجات الجديده. لان احنا لما نخش في فئات اعلى هيبقى في بادجت شويه، فهنقدر ندور على الحاجات الجديده مع الحاجات المستعمله. بس كده، سلام.